السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناة ملعب الكورة. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن المنتخب اليمني والمنتخب السوري والمباراة الودية الثانية التي ستجمع بينهما بعد انتهاء المباراة الودية الأولى. هكلمك بكل التفاصيل وآخر الأخبار عن قائمة وتشكيلات المنتخب الوطني اليمني، وأيضا هكلمك عن آخر التطورات في المعسكر. ولكن قبل ما أبدأ كلامي معاك، حابب إنك تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لو انت اول مره تشوفنا يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك وقول لنا توقعاتك للمباراه وتوقعاتك للمنتخب اليمني في بطوله اسيا 2025 بالصين. يلا نبدا الحلقه بعد الفاصل. في البداية حابب أذكر حضراتكم إن المنتخب اليمني بدأ المعسكر بتاعه، منتخب اليمن للشباب بدأ المعسكر بتاعه انطلاقا من صنعاء شهر تقريبا، ثم المغادرة إلى بغداد، ولعب مباراتين وديتين في هذا المعسكر في العراق. المباراة الأولى كانت بين اليمن والعراق والتي انتهت بفوز المنتخب اليمني 2-0، ثم مباراة أخرى مع المنتخب العراقي انتهت بفوز المنتخب العراقي 2-1، ثم الذهاب الى قطر ومباراه وديه مع المنتخب القطري وانتهت بفوز المنتخب او بالتعادل للطرفين 1-1، ثم المباراه الاخيره التي كانت منذ ايام بين المنتخب اليمني للشباب ومنتخب سوريا للشباب، وانتهت بنتيجه 1-0 لمنتخب سوريا، وكانت مباراة من 3 أشواط، وكانت مباراة لا تعتمد على الطابع الرسمي أبدا، كانت بتلعب من 3 أشواط وكانت مفتوحة التغييرات للوقوف على مستوى جميع اللاعبين. لو لاحظنا في هذه المعسكرات وفي هذه المباريات، المنتخب اليمني للشباب ينزل بالكيرف ولا يصعد، ينزل ولا يصعد. احنا بنتكلم في اداء فني وتحليلي لمباريات اتلعبت في الواقع، ولا نقلل ابدا من شأن المنتخب اليمني للشباب ولا نقلل ابدا من شأن المدرب، ولكن احنا بنتكلم في نتائج بتعكس الصورة قدامنا. المنتخب بدأ بفوز ثم هزيمة ثم تعادل ثم تعادل ثم هزيمة، او فوز ثم هزيمة ثم تعادل ثم هزيمة، يعني كيرف بينزل مش بيطلع، وده مؤشر غير مطمئن بالمره للجماهير اليمنيه، ولكن في نفس الوقت هو غير نهائي ونتيجه غير نهائيه، لان قد يكون يعني هي تجربه للمدرب محمد البعداني للوقوف على تشكيله اساسيه يبدا فيها البطوله تكون مغايرة تماما للواقع ومغايرة تماما للنتائج التي نراها في المباريات الودية. وده بيحصل على فكرة كتير مع معسكرات كتير. يعني منتخب مصر قبل بطولة 2006 اللي خدها 3 سنين ورا بعض بطولة أفريقيا كان بالفعل بيخسر كل المباريات الودية مع الكابتن حسن شحاتة، ولكن قدر ياخد بطولة 2006 و2008 و2010. مش هنتكلم في الفوارق الفنيه، ولكن انا بكلمك ان الوديات ممكن ما تكونش هي المقياس الاول والاخير. دي النقطه الاولى اللي كنت حابب اتكلم فيها. بالنسبه اخر التطورات المنتخب اليمني، احنا اتكلمنا عن القايمه الاساسيه اللي راحت قطر، موجوده في فيديو هيظهر قدامك دلوقتي، هحطه لك في الشريط هيظهر قدامك على الفيديو، تقدر تشوف القايمه اللي موجوده. في 4 لاعبين من المهجر برضو اسمائهم موجوده، حتى الان لم ينضموا بشكل رسمي الى المعسكر لارتباطاتهم مع منتخباتهم في البلاد التي يعيشون بها. اللاعب عبد العزيز مصنوم حابب اتكلم نبذه مختصره عنه. يعني في حادثة من الأولى من نوعها في ظل قوة دوري روشن، عندنا لاعب من اليمن اسمه عبد العزيز مصنوم بيلعب مع نادي العروبة. أي نعم نادي العروبة مش في المستوى الواو اللي احنا نقدر نقول يا سلام، ولكن إن عندك لاعب شاب بياخد ويحتك بخبرات في دوري روشن اللي فيه أعظم لاعيبة العالم حاليا أو من أعظم لاعيبة العالم حاليا، في كريستيانو رونالدو، في كريم بنزيما، في كانتي، متروفيتش، في كاليدو كوليبالي، في دانيلو السعيد، في فابينيو. هعد لك مين ولا مين؟ يعني لو قعدنا نعد القايمه طويله، وساديو ماني ورياض محرز وفي الطريق جاي محمد صلاح الله اعلم. يعني دي حاجه كبيره بالنسبه للاعب شاب، يا ريت كلنا ندعمه مهما كانت نتائج فريقه، نركز على لعبه هو. عمل 4 لمسات في المباراة بصراحة ولا أروع،
بينجح في كل الالتحامات، بينجح في كل التمريرات، عمل تمريرتين من تمريرتين هما صح 100%، عمل تسديده على المرمى، يعني عمل احصائيه حلوه في المباراه بالرغم ان هو ما لعبش المباراه كامله. ده بالنسبه لعبد العزيز مصمون. في خبر حلو بالنسبه لي انا كراجل بيلاحظ الفنيات في المباريات، بتوجيهات من قياده الاتحاد للتجهيز الامثل للمنتخب الشباب، وصول مدرب اللياقه البدنيه التشيكي جيري، حيث بدأ برنامجه التدريبي اليوم مع المنتخب الوطني للشباب منتخب اليمن لرفع مستوى اللياقه قبل النهائيات الاسيويه الشهر المقبل في الصين. من اهم عناصر ومن اهم مميزات ومن اهم مقومات اي فريق ونجاح اي فريق كره قدم على مستوى العالم هي اللياقه البدنيه، ودي خطوه كبيره جدا جدا ومهمه بالنسبه للمنتخب اليمني قبل بطولة أو قبل انطلاق نهائيات آسيا في الصين 2025. بحيي الاتحاد اليمني بصراحة، وبحيي المدرب محمد البعداني لو هو اللي طلب هذا الطلب من الاتحاد اليمني، لأن اللياقة البدنية أهم شيء بعد اللياقة أو بعد التركيز الفني والبدني والذهني للعيبة. يعني انت لو عندك لعيبه محترفه او لعيبه حريفه بتقدر تعمل كل حاجه في الكوره، ولكن ما عندهاش لياقه بدنيه مش هيقدر يديك 90 دقيقه، وده اللي مطلوب في المباريات اللي جايه، وده اللي مطلوب لو انت حابب تشارك في بطوله وتوصل لابعد مدى فيها. حابب اتكلم كمان عن مباراه منتخب اليمن للشباب ومباراه سوريا الوديه الثانيه. طبعا المباراه الاولى زي ما قلنا كانت مباراه من 3 أشواط، بحسب الاتفاق بين المدربين لعبوا ساعة الا ربع وساعة الا ربع و35 دقيقة. كانت اتفاق بين المدربين عشان كل لاعب يقدر يشارك كل اللعيبة اللي يقدر عليها في هذه المباراة، وكانت برضو لا تأخذ الطابع الرسمي من حيث التبديلات ووقت المباراة. زي ما قلت لكم كان 3 أشواط وكانت التبديلات مفتوحة لكل مدرب، حتى ان مدرب اليمن بدأ الشوط الأول بتشكيل، الشوط الثاني بتشكيل ثاني، الشوط الثالث بتشكيل ثالث، وده حاجه مهمه جدا جدا. بالتالي نتيجه مباراه سوريا انا ما بعتبرهاش، ما باخدهاش في عين الاعتبار خالص بالنسبه للمباريات اللي اتلعبت حتى الان. انا باخذ في الاعتبار مباراه اليمن، مباراه اليمن والعراق الاولى والثانيه، ومباراه قطر. اما مباراه سوريا اللي جايه هتكون بطابع رسمي. يعني ايه طابع رسمي؟ هي مباراه وديه برضه ومباراه معسكر تدريبي، ولكن بطابع رسمي من حيث الوقت. هتتلعب شوطين 45 دقيقه مع راحه ربع ساعه، وهتتلعب ب5 تبديلات على 3 فترات عشان خاطر يكون كل مدرب عنده الفكر اللي هيبدا فيه في بطوله اسيا 2025 اللي هتكون في الصين. طيب موعد المباراه والقنوات الناقله وما الى اخره. طبعا المباراه زي ما احنا عارفين اتقال ان هي في وسط الاسبوع ده. عمالين نسال وبنحاول نوصل للخبر امتى يا جماعه المباراه. معرفش الاتحاد اليمني والاعلاميين في اليمن يعني خايفين يقولوا، معرفش هي سر حرب ولا ايه، ولكن انا جالي خبر ان المباراه هتتلعب يوم الاثنين بعد بكره في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت اليمن والسعوديه، 5 بتوقيت مصر. هل الكلام ده حقيقه ولا لا؟ بنسبه 80% حقيقي، ولكن انا عشان برضو المصداقيه انا جالي الخبر كده يوم الاثنين الساعه 6 مساء بتوقيت اليمن. صحيح او مش صحيح بنسبة 70-80% ممكن اقول لك صحيح، ولكن قد يكون في هناك تغييرات في المواعيد هوافيكم بيها وواليكم بيها باذن الله تعالى. ولكن قبل ما انهي اللقاء حابب انك تشترك معايا في القناه، تفعل زر الجرس لو انت اول مره تشوفنا، ويا ريت ما تدعمنا بلايك، وكمان تكتب لنا توقعاتك للمنتخب اليمني في بطوله اسيا 2025 في الصين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.